السلام عليكم وأهلا بيكم في الحلقة الثالثة من الموسم الثاني من تيلكو بايتس بالعربي. حلقة النهاردة مميزة لتزامنها مع كأس العالم المقام بقطر، واللي طبعا تقنيات الاتصالات وال5G كان ليهم نصيب الأسد ودور كبير في تسهيل الفعاليات وتقديم خدمات فريدة من نوعها زي ما هنشوف في الحلقة. وبجانب كاس العالم في حلقة النهاردة هنتكلم فيها برضو عن أخبار من الأوران والتنشن الحاصل ما بين راكوتين وريد هات، بالإضافة لمشروع سيلفا وغيرها من الأخبار والتقارير. وكالعادة هيكون معاكم محمد الديب، وأنا باسم علي. ومن غير كلام كتير يلا بينا على المواضيع. طبعا الحدث الأهم اليومين دول واللي مسيطر على كل وسائل الإعلام حاليا بلا منازع هو كاس العالم، الكاس اللي بتنظمه دولة قطر في الفترة ما بين 20 نوفمبر ل 18 ديسمبر، وبيتنافس فيه 32 فريق في 64 مباراة مختلفة. المباريات اللي هتتلعب على 8 استادات جديدة بنتهم قطر مخصوص للحدث ده. لكن مش ده صراحة اللي يهمنا قوي في الحكاية دي، اللي يهمنا أكتر ازاي قدرت الدوحة انها توفر خدمات الموبايل والإنترنت لزوار الحدث القروي الأشهر والأكبر في العالم، واللي بالمناسبة تراوح عددهم ما بين الواحد ونص ل2 مليون زائر. وازاي كان ال5G أحد الحاضرين وبقوة في الإيفنت ده. 8500 5G مالتي بيم أنتنة واصل ما بينهم 500 كيلومتر من كابلات الار اف، وفوق ال 200 كيلومتر من كابلات الفايبر اوبتكس. دي الارقام اللي اعلنتها اوريدو المشغل الرئيسي في دوله قطر، انها عملت لها ديبلوي في الفتره اللي فاتت عشان تغطي الاستادات والمناطق المحيطه بيها. بالاضافه ان هم بنوا 45 ماكرو موبايل سايت عشان يتحكموا في 5000 موبايل سيل متوزعين على الاستادات والفان زونز المحيطه بيها. ده خلى سرعه الموبايل انترنت توصل على موبايلات المشجعين في الاستاد لحوالي 600 ميجا بت بير سكند، وده رقم عالي مقارنة بالعدد الكبير من الزوار في مكان صغير زي الاستاد. طيب ده اللي بيحصل جوه الاستاد، ايه بقى اللي بيحصل براه؟ هنلاقي ان اوريدو عملت حاجه اسمها انترنت اون ذا جو سيرفيس، ودي بتوفر ميكس ما بين ال5 جي والواي فاي 6 في 350 اتوبيس بتستخدمهم فيفا عشان تنقل اللاعبين والمدربين والاعلاميين، بحيث يفضلوا طول الوقت متوصلين بوسائل الميديا ويغطوا الحدث. كل ده طبعا حاصل في الميد هول والفرونت هول. في ارياس تانية هي كمان اتعمل لها مودرنايزيشن زي الباك هول والكور والترانسبورت، بالاضافه ان هم ضاعفوا الكباسيتي على كل الانترناشونال اي بي لينكس. طيب بالنسبه بقى للاند يوزرز، هل في طريقه اننا نحسن من اليوزر اكسبيرينس ليهم حتى من قبل كمان ما يوصلوا قطر؟ طبعا. اريد عملت حاجتين احسن من بعض صراحه. اول حاجه انك انت ممكن وانت لسه في بلدك ما حجزتش حتى تيكت الطياره، تحجز سيم كارد من اوريدو وتستلمها وانت بتختم الجواز، او هي توصله لك لاي مكان انت عايزه. بس الحاجه اللي فعلا مميزه هي ان عشان يخلوا الاند يوزر يعمل اكتيفيشن للسيم كارد اللي هو استلمها دي، فمش محتاج يروح حتى اي فرع من فروع الشركه، لا، محتاج بس ياخد صوره سيلفي ليه بموبايله ويعمل لها ابلود مع الاي دي بتاعه، حاجه مثلا زي صوره الباسبور. وباستخدام تقنيات زي الاي اي هيقدروا يربطوا بين الصورتين مع بعض ويفعلوا السيم كارد، شيء مبهر جدا الحقيقه. وختاما مش عايزين ننسى ان اول 5G لايف كوميرشال كان في 2018 من شركه اوريدو، اللي ساعتها لو تفتكروا اختاروا ان هم يشتغلوا على رينج 3.5 جيجا هرتز من اول يوم. وبالتالي اللي احنا بنشوفه في قطر النهارده مش جاي وليد اللحظه، انما نتيجه بلان كبيره بدات من 2016، من ساعه اول 5G ترايل عملوها وقتها لحد الفول كوميرشال اللي احنا بنشوفه النهارده. ومعانا خبرين تحس إن ما بينهم علاقة ما كده زي قصة إيرباص وبوينج. الخبر الأول واللي كنا كتبنا عنه بوست على صفحتنا على لينكد إن هو خبر إعلان 5 من كبار المشغلين الأوروبيين دي تي وفودافون تليفونيكا وتيم أو تيليكوم إيطاليا وبي تي إنهم قرروا برعاية لينكس فاونديشن يوروب وبالاشتراك مع إريكسون ونوكيا إن هم يتعاونوا لبناء تيلكو كلاود سوفت وير فريمورك يكون اوبن سورس في محاولة للوصول لستاندرد ستيك يقدر أي مشغل يستخدمه. الملفت للنظر هنا هو تواجد فيندورز أوروبيين بس في المبادرة دي، نوكيا وإريكسون، وتحت رعاية لينكس فاونديشن بس الجناح الأوروبي، وكل المشغلين أوروبيين. عشان كده تحس إن هي قصة إيرباص لما الدول الأوروبية حاولت تعمل طيارة تنافس بيها في السوق العالمي. دلوقتي بيحاولوا يعملوا كلاود ستاك موحد يقدر أي مشغل يستخدمه ويضمن الانتر مع ال VNFs المختلفة. ملحوظة كده على الهامش إن التلكو كلاود دلوقتي ما عادش حاجة فانسي وخلاص، ده شيء مانداتوري خصوصا مع ال 5G والستاند الون كور اللي لازم يتبني على كلاود نيتيف انفايرمنت لو عاوز تحقق السكالابيلتي والاجيلتي المتوقعين من 5G. على فكرة المشروع اسمه سيلفا، وهي يمتثل لمعايير الاتحاد الأوروبي خصوصا من حيث استهلاك الطاقة أو الباور efficiency
والأمان السكيورتي وغيرها من المعايير، وهنسيب لكم لينك المشروع في المصادر بإذن الله. الخبر التاني من الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا من شركة جنرال داينامكس اي تي أو اختصارا جي دي اي تي، واللي أعلنت عن تكوين تحالف بيضم مجموعة من أكبر الشركات الأمريكية عشان يسرعوا من استخدام ال 5G والإيدج كومبيوتنج في مختلف الهيئات الحكومية والعسكرية في أمريكا. التحالف هيضم 5 شركات مختلفة، أولهم شركة AWS اللي هتكون طبعا مسؤولة عن الكلاود انفراستراكشر. تاني شركة هي سيسكو اللي هتبقى مسؤولة عن ال 5G كور نتورك والموبايل ايدج كومبيوتنج اليمنتس. تالت شركة هتكون ديل المسؤولة عن الإيدج أوبريشن سوفت وير ومجموعة من الإيدج كومبيوت إليمنتس. رابع شركة بقى هتكون سبلانك اللي هتبقى مسؤولة عن السايبر سيكيورتي أوتوميشن. وأخيرا وليس آخرا تي موبايل اللي هتوفر النتورك باندويتس، وطبعا بسبب خبرتها الكبيرة كأوبريتور. التحالف ده بيسموه 5G and Edge Accelerator Coalition. وزي ما انتم شايفين في الخبرين اللي فاتوا، من الواضح ان الحكومات الاوروبيه والامريكيه بطريقه غير مباشره يعني بتحاول تتدخل عشان تسرع من الاعتماديه على ال 5G والايدج كومبيوتنج، وبيعملوا ده عن طريق ان هم يبنوا تحالفات ما بين الفيندورز والاوبريتورز اللي اتجمعت عندهم خبرات الفتره اللي فاتت وحققوا شيء من النجاح. انما من الواضح يعني ان هو كان نجاح دون المستوى، عشان كده كان في بطء كبير في ال 5G ادابشن مع عدم القدره على تحقيق الادفانسد يوز كيسز اللي كان ال 5G بيوعد بيها زي ما اتكلمنا في حلقات كتيره قبل كده. وبقالنا فترة ما اتكلمناش عن عالم الأوران والريك، فالنهاردة أول خبر معانا هيكون إعلان راكوتين الشركة الرائدة في مجال الموبايل والتلكو كلاود عن استخدامها لجونيبر ريك أو ران انتليجنت كنترولر، وإنه هيكون الريك الأساسي اللي هيتقدم من خلال منصة سيم وورلد. وده يعتبر امتداد للشراكة الاستراتيجية اللي ما بينهم، واللي من خلالها راكوتين بتستخدم مجموعة كبيرة من منتجات جونيبر لبناء شبكات الموبايل الخاصة بيها، واللي من أهمها جونيبر سي ار بي دي أو الكونتينرايزد راوتينج بروتوكول ديمون، واللي من خلاله تقدر تدي للران إليمنتس زي الديو أو الديستريبيوتد يونت مجموعة من النتورك كابابيلتيز غير مسبوقة وبروجرامابيلتي عالية جدا. وكمان جونيبر بتقدم الكلاود مترو سولوشنز اللي راكوتين بتستخدمها لبناء الفرونت هول والميد هول والكور نتوركس، وأهم منتج في البورتفوليو ده هو ال ACX سيريس. خلينا بس نتفق على حاجة مهمة، وهي إن راكوتين واحدة من أكبر الداعمين للأوران، وإن كان البعض يعني برضه عنده تحفظ على الفليفر اللي بتقدمه راكوتين، وبيقولوا عليه إن هو أقرب إن هو يكون فيندور لوكد أوران. وده بسبب إن راكوتين بتقدم خدمة بناء شبكات الموبايل لبقية الأوبريتورز التانيين من خلال منصة سيمفوني اللي هي بتمتلكها، وده اللي بيحطك في موقف إنك أنت لازم تشتري كل حاجة منهم عشان تقدر تشتغل على المنصة دي. نتفق أو نختلف مع الكلام ده، إنما اللي كله مجمع عليه هو إن راكوتن عندها جراءة كبيرة إنها تاخد طريق مختلف عن الجميع، وإنها تؤمن بالفيرشواليزيشن والكلاود نيتف اركتكتشر كبديل لشبكات الموبايل التقليدية، وإيمان فعلا حقيقي موجود عندهم في الدي ان ايه بتاعهم، مش واخدينه مجرد بروباجندا. وبالمناسبة لو كانت دي أول مرة تسمع عن الأوران أو الريك، فهنسيب لك لينك الحلقة كنا اتكلمنا عنهم فيها باختصار، ويعني إيه وليه الأوران وغيرها من التفاصيل. ومن راكوتين وجونيبر لفي ام وير، واللي أعلنت عن ضم فيافي سولوشنز للفي ام وير ريك ايكو سيستم، بحيث إن فيافي توفر التست بيد از سيرفيس اللي يقدر العملاء يستخدموه لعمل فاليديشن وتستنج للR apps والX apps الخاصة بيهم، أو real time والnear real time applications. إن يكون في حاجة زي التست بيد لتكنولوجيز تعتبر جديدة نسبيًا زي الريك والأوران شيء فعلًا ممتاز وهيخدم الأوبريتورز، لأن من غيرهم صعب على أي أوبريتور إن هو يختبر ويجرب ويشوف الday one والday two operation، زي مثلًا إن هو يقدر يشوف الperformance بتاع الR والX apps ويجربهم end to end قبل ما يطلع بيهم production، وبعد كده ممكن يتفاجئ بأرقام أقل من المتوقع، وده أكيد مش في مصلحة الأوبريتور خاصةً في ماركت عنيف زي اللي إحنا فيه النهارده. فيافي على فكرة بتقدم تيست بيز تقريبا لكل حاجة في الموبايل نتورك، من أول ال 4G وال 5G ديفايس ايميليتورز مرورا باختبارات التايم سينكرونايزيشن والسي يو والدي يو وغيرهم في مختلف الدومينز جوه الموبايل. الصراحة أنا ما اتعاملتش مع منتجاتهم قبل كده، وممكن تكون دي أول مرة أسمع فيها عنهم. لو كان ليك خبرة معاهم قبل كده يا ريت تكتب لنا في التعليقات رأيك إيه فيهم. واحدة من المفاجآت اللي حصلت الفترة اللي فاتت هي إعلان شركة راكوتين عن تخليها عن كل ما يتعلق بريد هات، سواء في الموبايل نتورك الخاصة بيها أو في الأوفرنج اللي هم بيقدموه لبقية الأوبريتورز من خلال راكوتين سيمفوني. التوتر والتنشن في العلاقات ما بين الشركتين جاي بعد ما ريد هات قررت إنها تغير في اللايسنس موديل بتاعها،
وبدأت تحاسب الكاستمر بير سي بي يو أو بير سوكت بير. يعني مثلا لو أنت عندك سيرفر فيه 48 كور، فأنت هتحتاج تشتري من ريد هات يا إما 48 كور لايسنس أو 24 سوكت بير لايسنس، وده على حسب نوع الابلكيشن اللي هتشغله على السيرفر ده بس. وكمان اللايسنس دي هتكون سبسكريبشن بيزد، مش وان تايم فيز أو بيربيتشوال لايسنس. وده على حد تصريح راكوتين سي او طارق امين رقم وكوست كبيره لاي كلاود بروفايدر، خصوصا لو شغال في الاوبن ران اللي بتحتاج بطبيعه الحال بروسيسنج عالي. وبالتالي التليكو اوبريتورز هيلاقوا ان الليجاسي والفيزيكال سوليوشنز ارخص ليهم ان هم يروحوا للكلاود. طارق تابع وقال إنه شغال فعلا على بديل لريد هات بقاله فترة، وتحديدا مع روكي لينكس ديفلوبرز عشان يبنوا ريل تايم كيرنل، وبدأوا فعلا في المايجريشن المتوقع إنها تتم في خلال ال 12 شهر الجايين. قرار راكوتين رغم إنه كان مفاجأة، إلا إن كان ليه مقدمات من قبلها بدأت في مايو اللي فات لما قرروا يتخلوا عن أوبن ستاك اللي برضه بالمناسبة كان بيزد على ريد هات، واتجهوا لكوبرنيتس كبديل، خاصة بعد ما اشتروا شركة روبن اي او قبلها بكام شهر. حقيقي مش عارف هل نقدر نعتبر ان قرار راكوتين بالاضافة لمشروع سيلفا اللي اتكلمنا عنه قبل كده جرس انذار للفندورز ان الموبايل اوبريتورز بدأوا يزهقوا من القيود المفروضة عليهم، او من مشاكل الانتجريشن ما بين البرودكتس وبعضها، خاصة لو جاية من اكثر من فيندور. عشان كده قرروا ان هم ياخدوا هم الليد المرة دي، ولا الموضوع خاص بس براكوتين؟ خلينا نشوف الأيام الجاية. ونختم بأخبار الليوفس اللي حصلت الفترة اللي فاتت، واللي حبينا نخليها في آخر الحلقة عشان ما نضايقكمش من بدري، إنما لعله خير. فسيسكو أعلنت عن خفض عدد موظفيها بما يقارب 4000 موظف في خطوة سموها Workforce Rebalancing كاسم شيك لتمرير القرار دوت. وراكوتين أعلنت برضو عن راوند من الليوفس، ما أعلنوش عن العدد، بس برضو سموا الخطة دي التوجه لللين اوبريشنز، واللي بيعتمد أساسا على التشغيل بأقل عدد ممكن وخفض النفقات. ميتا أعلنت عن تسريح 11,000 وأمازون عن 10,000، ودول بقى ما حاولوش إن هما يبرروا قوي، دول قالوا سوري إحنا حسبناها غلط. طب هو إيه اللي حصل بالظبط وخلى الدنيا تلخبط كده؟ أنا أقولك، في كلمتين سر هنا: البانديميك والريسيشن. بداية من 2017 والشركات الضخمة زي ميتا ونتفليكس وأمازون وغيرها اللي ممكن تسمع اسمهم المختصر فانج، واللي معظم الناس يتمنوا إنهم يشتغلوا في واحد منهم، بدأوا يحققوا أرباح خيالية. ومع أحلام التوسع تيجي طبعا تعيينات كبيرة وتعيينات مكلفة جدا، لأن الشركات دي ما بتعتمدش على non skilled workers، دول بيعتمدوا على ال exceptionally skilled workers، وبيدفعوا مرتبات فلكية عشان يسرقوا الكفاءات دي من بعض، حتى لو في بعض الأحيان مش محتاجينهم قوي. تخيل. المهم جاء البانديميك المتمثل في جائحة كورونا، والناس قعدت في البيت، وبدأ الاعتماد على خدمات الشركات دي يزيد بجنون. وطبعا البحر يحب الزيادة، يبقى نعمل هايرنج كمان على أساس إن معدلات الزيادة هتستمر. وهنا بالذات بدأت المشكلة: زيادة كبيرة في التعيينات على أمل توسعات في المستقبل. والحمد لله ربنا زاح عننا البانديميك، وبدأت الناس ترجع لحياتها الطبيعية مع احتفاظهم بجزء من عاداتهم اللي طوروها خلال فترة البانديميك. وما كملناش كام شهر يا مؤمن وبدأت أخبار الريسيشن وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وطبعا حرب روسيا وأوكرانيا وغيرها من الأسباب اللي خلت المستهلك العادي وحتى الحكومات الكبيرة تراجع إنفاقها. ومن هنا انضرب مفك في أحلام التوسع لشركات الفانج، وبدأوا مراحل من خفض النفقات، واللي جزء منها طبعا بيعتمد على تسريح الموظفين. للأسف شركات كتير بتعتمد مبدأ easy hire easy fire لتحقيق أرباح كبيرة، ولو على حساب استقرار الموظفين وعائلاتهم. عشان كده دايما وانت بتمضي عقد الشغل تخيل انك مضيت في نفس الوقت الاستقالة، وخليك جاهز ببلان بي. وما ننساش ان اولا واخيرا إن وفي السماء رزقكم وما توعدون. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده، واللي احنا حقيقي بنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منها. استنونا في حلقتنا الجايه ان شاء الله، وما تنسوش تتابعونا على ابل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، وطبعا على اليوتيوب عشان يوصلكم كل الابديتس الجديده من تيلكو بايتس بالعربي. ونحب دايما نشوف تعليقاتكم واقتراحاتكم من أجل تحسين وتطوير البودكاست، ونتقابل الحلقة الجاية إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سلام.